اللهم بلغت اللهم فشل. هيبقى موسم كارثي على الزمالك الا لو ما جابش وينج شمال ومهاجم. صدق بالله ولا اله الا الله، جمهور الزمالك ده اطيب جمهور في الدنيا، جمهور نادي الزمالك ده اطيب جمهور في العالم، جمهور نادي الزمالك ده اللي بيضحك عليه كل مره من مجلس ادارات مختلف، كل فيديو يقول لك اعمل لايك واشتراك، مش عايز منك فيديو ده حاجه، انا بطلب منك بس تكمل الفيديو اللي معايا، مش عايز تكمل معايا للنهايه، مش عايز منك لا لايك ولا اشتراك ولا اعمل لي اي حاجه، كمل معايا الفيديو ده قول لي رايك، لكن النهارده عايز اتكلم في بعض الحاجات، لكن لما اطلع اكلمك في حاجات مهمه واطلع انتقد مجلس الاداره واقول لك ان الزمالك دلوقتي مش عايز يجيب صفقات، محدش هيكلمك، محدش هيبص لك، لكن لما اقول لك رسميا كريستيانو رونالدو في الزمالك هتيجي تعمل لايك واشتراك وتعمل كل حاجه، انا بقول لك ما تعملش حاجه، كمل معايا الفيديو النهائي، لكن النهارده عايز اوجه كلام مجلس الاداره، انتوا مستنيين ايه؟ هو اي حشو وخلاص، الزمالك رسميا النهارده بيعلن التعاقد مع اولى صفقاته الاجنبيه الشتويه بالتعاقد مع صلاح الدين مصدق لاعب نهضه الزمالك، لاعب بيلعب مدافع، الزمالك دفع في اللاعب ده 250,000 دولار، مش هكلمك على قيمه الصفقه ولا هكلمك على مستوى اللاعب، لكن انت النهارده بتحط ماشي رجلك في اولى صفقاتك، لكن انت النهارده هل دعمت؟ انت النهارده مستني لحد اخر دقيقه في الامتحان وعاوز تحل الامتحان، بانهي عقل وانهي منطق انت مستني لحد ايه؟ انا مش عارف، الناس حتى اللي موجوده الداعمين زي الكابتن عمرو الجناني وزي مدحت العدل وزي كابتن احمد حسام ميدو وزي الناس دي كلها عملوا ايه؟ النهارده لجنه محبين، لجنه انقاذ، لجنه استثمار، سميها زي ما تسميها، لكن انت النهارده بتضيف ايه للنادي الزمالك؟ عملت ايه من ساعه تولي اللجنه دي؟ انت النهارده جايب لي المدافع الله اعلم بمستواه، انا قلتها لك، انا مش هقول لك المدافع ده سوبر غير لما يكون سوبر ولعب في اكتر من نادي ولاعب محترف نظيف ولاعب بيلعب في منتخب بلده، لكن انت النهارده جايب لي مين؟ احترامي ليك قلت لك ما شفتوش، لما دخلت على اليوتيوب شفت لاعب كويس، لكن انت النهارده مستني ايه عشان تعاقد مع وينج شمال اجنبي؟ انت واخد قرار انك تعاقد مع وينج شمال اجنبي اللي هو مين؟ انا قلتها لك من فتره طويله خالص، ارجع بص على فيديوهاتي في القناه القديم، عفوا في القناه القديم، عادل بولبينا نجم برادو الجزائري، انت النهارده جاي في الشويه الاخيره خالص وعمال بتكثف مفاوضاتك وبتبعت العرض الاول والعرض الثاني والعرض الثالث لحد ما وصلت قيمه الصفقه ل 2.5 مليون دولار والنادي لسه ما ردش عليك، انا مش عارف انتوا عايزين توصلوا بيها لحد فين، انت النهارده 15 واحد بيتكلموا اسم الزمالك، ميدو طلع يقول لك ايه؟ احنا ما بعتناش عرض الواقع، ما احنا عارفين انت عرض الواقع، انت اتكلمت عن طريق الوكلاء، مش محتاجه فقاقه، مش محتاج يعني ذكاء، لكن انت النهارده بتقول ايه يا كابتن ميدو لحد النهارده؟ ايه اللي ضفته نادي الزمالك؟ مش موجود فلوس ما تتكلمش، اطلع يا باشا امشي نفسك في الناس مديني دي، لكن انت النهارده بتاكل بجمهور نادي الزمالك عقله حلاوه، بتاكل بعقل جمهور نادي الزمالك حلاوه، وحاج يعني مش عايزك اهم حاجه النهارده انك تاكل بعقل الجمهور حلاوه، تمشي شهادتك يبقى 100 100، الناس تدعمك، الدنيا تبقى زي الفل، اطلع اقول لك والله رسميا الزمالك بيفاوض محمد شريف، وفعلا الزمالك بيفاوض محمد شريف وبيقول لك ان محمد شريف عايز حوالي 40 ولا 50 مليون جنيه في الموسم، يا راجل ده انت ضيعت من ايدك، مش هرجع اعيد لك كل القصه واقول لك اشرف بن شرقي واثنين وثلاثه، هاي فين؟ فين البديل؟ فين المهاجم السوبر اللي انت اصلا باين للدنيا كلها ان سيف الدين الجزيري ده مهاجم تعبان مله، هيطلع واحد طالع معرفش هو صحفي ولا محب ولا من الجماهير احسن تسعه في مصر، احسن تسعه في مصر، ليه؟ بيعمل اللي احسن تسعه في مصر؟ جاب كام جول من ساعه ابداؤه قميص نادي الزمالك؟ هي يا باشا كده، هي يا باشا كده، اطلع يا باشا قول لما يجيب جولين في الاهلي احسن تسعه في مصر، ولما محمد شريف كان كل ماتش يهفنا جولين كان ازيك ايه؟ ما كانش احسن تسعه في مصر، انا مش الناس دي عايزه ايه الزمالك؟ ما فيش حد يطلع يتكلم لما يكون عايز مصلحه والجمهور نفسه عاوز يقول له مصالحه. اللهم بلغت اللهم فشل. هيبقى موسم كارثي على الزمالك الا لو ما جابش وينج شمال ومهاجم، انت النهارده 50 فتوحه مفتوحه للزمالك، بص مفتوحين، انا مش عارف النهارده والدنيا كلها عارفه، انا قلتها لك الحلقه اللي فاتت في جيلسون دالا لاعب الوقره ان الاهلي دخل واتكلم معه وبعت راجل مندوب عنده اسمه مروان النايب ده للوقره وخلص معاه كل حاجه، فاضل راي اللاعب اللي خلى الاهلي عائقه، وقلتها لك ان اسره اللاعب رافضه انه يروح الدوري المصري، والنهارده يتجدد الرفض لطلب الزمالك للتعاقد مع جيلسون دالا من اسرته، مسؤول الواقع قلتها لك مش هيطلع يخسر الاهلي وهو واخد منه حمدي فتحي ومجاله حمدي فتحي تاني، مش هيطلعوا يخسروا العلاقات، وهو اصلا المشكله مش في النادي، المشكله في اللاعب، انت المفروض تبقى فاهم حاجه زي كده، ما تلعبش بمشاعر الجماهير، انت النهارده مستني نادي الزمالك؟ لا احنا عاملين نعمل ايه بقى؟ النهارده بعض الناس بتتكلم مع مين؟ هيطلع وكيل ويطلع ناس تقول لك لا وما حصلش، كدابين، الزمالك فعلا في مفاوضات رسميه مع ميكالي بيتفق معاه على كل حاجه عشان لو جوست فشل في النتائج يكون ميكالي مدرب
رسمي لنادي الزمالك، تكدبني تصدقني دي براحتك، لكن الزمالك فعلا بيسعى لبليغ وصل في حال سوء النتائج. تخيل بيتكلم على مدرب وعاوز يقيله لسوء النتائج وهو مش موفر له صفقات. يا راجل ده انت عندك كونات مش هناك اللي انت النهارده رحت اشتريت شوبير. وانا من فيديوهين كمان انا مش ضد شكوى شوبير، انا ضد ان الفشل جاي من عندك انت. انا قلت لك قبل كده ان شوبير بيسعى للفتنه بين الجمهوريه، فانت النهارده رايح تشتكي شوبير وانت ماده للسخريه. يعني نادي الزمالك النهارده نادي الزمالك ماده للسخريه. ما تقوليش ان انا بطبل الاهلي، والله العظيم ما في حد بيحب نادي الزمالك قدي، لكن انت النهارده الفشل كله جاي من ناحيتك. يعني انت معلش عامل زي الارجوز وزعلان الناس بتضحك عليك. ما طبيعي انت عملت نفسك كده، انت اللي مش عارف توصل نفسك ان يبقى عندك اداره نظيفه، اداره بتفهم. لا واحسن حاجه زعلان يقول لك ايه؟ الكابتن احمد سليمان زعلان عشان خاطر هو اصلا، او بيقولوا كلام يعني ان هو اصلا ان يعني كابتن حسين لبيب شاله من مجلس اللي يشوف على الكوره عشان خاطر انه فشل في المجلس ده. وهو زعلان قوي لانه تنازل للكابتن حسين لبيب مع انه كان مرشح لرئاسه النادي. كنت عايز تخيب اكتر من ايه؟ ما هو ما انت موجود زي مش موجود. والنهارده كابتن حسين لبيب ضاف ايه لنادي الزمالك لحد النهارده؟ والله قلتها ان السوبر الافريقي ده فوز نادي الزمالك بيه هيفتح على الزمالك جهنم. انت النهارده عشان كسبت السوبر الافريقي والكونفدراليه المجلس ده نايم كده ومرتاح ولا في دماغه اي تين حرق اللعيبه على الجمهور على كل حاجه. هم شاغلين بالهم بيه يا باشا. انت النهارده راح تكلمني محمد شريف عشان خاطر يقول لك انا عايز 60 مليون و 40 مليون جنيه في الموسم وزعلان من عشان يقول لك 80. انت اللي بتفتح الاهلي عامل تارجت لنفسه. اخي السقف عندي 30 مليون 40 مليون مثلا. انت النهارده عاوز تعدي سقف الرواتب ماشي، ما اختلفناش في النقطه دي، حتى النهارده مش عاجبها الحال والله. انت النهارده عاوز تعلي سقف الرواتب عندك، عليه بمستوى الفلوس ان شاء الله تدي كل لاعب 10 مليون دولار. لكن هو فين؟ انت النهارده كمان ده في كارثه والله العظيم كارثه. انا شفت فيديو، انا شفت بوست على قناه 24 بيقول لك ان الزمالك هيستعد لان في مسلسل هياخدوا منه شطات تمثيليه كده من نادي الزمالك. يا نهار ازرق، سقى بينا الحل كده ان احنا ناخد فلوس على خاطر الناس يعملوا مسلسل في نادي الزمالك. ما اختلفناش ان ده مصدر من الموارد لكن انت مستني ده مش عارف تخلص ارض 6 اكتوبر وتبدا تشوف الدنيا. انا مش عارف انتوا كنتوا فين؟ ما هو انت النهارده جاي تقول لي انتقدك بنتقدك في الوقت الضايع. ما انت عملت ايه؟ والله العظيم من الضايع من ساعه ما خدت حتى مش مظبوط. انت من ساعه مع خالد نزك هببت ايه في النادي؟ انا والله العظيم بقالي شهر على اخري وقلت لك انا مستني. انت مستني قبل غلق القب بيومين 2 وقعدت تجيب لي مدافع، والنهارده بتبوس ايد نادي بغداد الجزائري عشان ليك عدد بالبنيه. ايه يا عم؟ في ايه؟ ايه الحال ده؟ احنا وصلنا كده ليه؟ ما هو انت عمال زعلان، شوبير بيتريق عليه ومش عارف مين بيتكلم عليه ومين بيتكلم عليه، وزعلان قوي انه بينتقد نادي زي مثلا كولاد مش هناك. طب ما انت اللي مسرب اخبار كولاد مش هناك طالعه من عندك. طب ما انت الناس كلها عارفه انت اتفقت مع اللاعب ب 800000 دولار اللي عاوز يتحاكم اللي جابه نادي الزمالك ايا كان هو لو حتى حسين لبيب. حلو؟ طب ما زعلان ليه؟ زعلان ليه لما انت تقعد تتفاوض مع جيل سنداله والدنيا كلها عارفه؟ زعلان ليه لما الوكلاء بتوعك بيسربوا مفاوضاتك مع الانديه ومع اللعيبه اللي انت اصلا متكتب؟ يعني انت النهارده اللاعب ده ماشي محدش كان عارف، اللي عارفين حتى ما طلعوش اخباره للاعلام غير في الساعات الاخيره. ما عملتش كده في كل صفاتك ليه؟ يعني انت النهارده جاي له محمود جهاد واحمد محمود بتاع الجونه ولا اسمه احمد حسام، والنهارده ضايف لي عليه مدافع كمان. طب فين الخط الامامي؟ سددها ضبه مفتاح. رحت جبت جاردن بيكيه بيول، جبت فان دايك، عملت كل الدفاع ورا. مين اللي هيجيب لك الجون؟ مين اللي هيصنع لك الجون؟ مين اللي هيبقى عندك ضمانه الميزان ده؟ انت بدون عبد الله السعيد مالط. اقسم بالله نادي الزمالك بدون عبد الله السعيد مالط. انا مش عارف هم عايزين يوصلوا الزمالك لفين، لكن انا بقول لك بوضح لك واقولها لك، واللي عاوز يزعل يخبط دماغه في حيطه. انا هقول لك على الهوا، انا لو الزمالك ما جابش صفقات محترمه في اليومين ده هم الجناح على الاقل خالص هيبقوا ماده ليا طول فيديوهاتي، لان اللي هيحصل انت مش هتتوقعه. يا ابني نادي زيك بقى مفكر. اقسم بالله اي لاعب ان شاء الله نادي مع احترامي ليه في الدرجه الرابعه في المكسيك عاوز ياخد منك اي لاعب هياخده. ايه ده؟ والناس اللي محسوبين عليه زيك طالعين يشوهوا ويسووا نادي زيك. برافو، لا برافو حقيقي، برافو جدا. لكن هيطلع واحد اهلاوي يطلع يتريق ويتكلم يا انت ما انتش قوي. نادي الزمالك هو اللي ضعيف اقسم بالله. لكن لو جالنا ناس محترمه عرفت قيمه ومقدار نادي الزمالك، الزمالك ده في حته ثانيه. احنا مش هنعيش طول عمرنا نتكلم في الحته دي. نادي الزمالك اللي مبوظه هو ناسه. انا مش عايز اطول عليك، هتشوف الفتره الجايه هيحصل ايه. انا متابع وانت متابع، وان شاء الله يكون حاجه جديده، ومش هقول لك اعمل لي حاجه. انا مش عايز اطول عليك، والسلام.